بقالي فترة كبيرة مشغول بالكوارث اللي حصلت للعلماء. انتوا عارفين العلماء بيحبوا يتعلموا من اخطاء بعض، بس الكارثة اللي حصلت لدكتورة كارين ويتنهان مختلفة تماما عن كل الكوارث اللي سمعتها قبل كده. دكتورة كارين كانت استاذة الكيمياء في جامعة دارتموث بامريكا. سنة 1996 كانت شغالة على مادة اسمها الداي ميثايل ميركوري او ثنائي ميثايل الزئبق، وده لو ما تعرفوش فهو واحد من اخطر المواد السامة في العالم. في يوم ودكتورة كارين بتشتغل في المعمل زي اي حد، لابسة الجلافز والبلطو واخدة احتياطاتها الطبيعية، وقعت نقطة صغيرة جدا من المادة دي على ايديها. دكتوره كريم فورا قلعت الجلافز، غسلت ايديها وغيرت هدومها ومشيت. بس اللي ما كانتش تعرفه وقتها ان الجلافز اللي كانت لابساه ما بيحميش من الماده دي، وللاسف المركب عدى منه بكل سلاسه، دخل دمها ومنه طلع على دماغها. شهور مرت وهي عايشه حياتها عادي لحد ما بدات تلاحظ حاجات غريبه، مش عارفه تحافظ على توازنها، بتنسى كلمات وبتتلخبط في الكلام. ولما عملت تحاليل لقت ان نسبه الزئبق في دمها اعلى من الطبيعي 4000 مره. وقتها الاطباء حاولوا ينقذوها بعمليات معقده وسحب سموم، بس كان فات الاوان، وفي خلال اسابيع بسيطه فقدت قدرتها على المشي، الكلام، السمع، وحتى البصر. وبعد 10 شهور بالظبط من اليوم اللي وقعت فيه القطره دي على ايديها دخلت في غيبوبه، وبعد ايام ماتت. المأساة دي هزت المجتمع العلمي، وبسببها اتغيرت قوانين السلامه في كل المعامل حوالين العالم. بس قصه دكتوره كريم بتقول لنا انه اوقات كتير العلم ضريبته بتكون غاليه حبتين. في النهايه لو انت زيي بتحب العلم اعمل فولو وخلينا نكبر العيله. سلام.